مع كل يوم يمر تسجل الجزائر مئات ملفات الطلاق داخل المحاكم، رقم صادم تجاوز 240 حالة يوميا، ما يعكس حجم الخطر الذي يهدد الأسرة الجزائرية. أمام هذا الوضع دعا وزير العدل إلى ضرورة تعزيز دور الوساطة القضائية وتكريس ثقافة الصلح داخل المجتمع عبر استلهام تقاليد وأعراف الجزائريين وتشجيع كل المتدخلين على الإسهام في احتواء الظاهرة. فعلا سيد الوزير تطرق إلى الوساطة في المجال الأسرة. إذن الوساطة اللي يتكلم عليها السيد الوزير كآلية من آليات الطرق البديلة لحل النزاعات والديون. وفي المجال القضائي يوجد آليتين، هي آلية الصلح وآلية الوساطة. فآلية الصلح وهو الإجراء الذي يقوم به القاضي كأول إجراء قبل السير في دعوى الطلاق. ويوجد ثانيك الإجراء الثاني وهو إجراء الوساطة. الوساطة بالمفهوم التخصصي للوسطاء القضائيين هو لم يتم تفعيله في مجال الأسرة. مختصون يؤكدون أن الوساطة القضائية من شأنها تقليل العبء على المحاكم التي تشهد يوميا عدة نزاعات على غرار قضايا الطلاق، النفقة والميراث. والله الوساطة هي أمر جديد في المجتمع الجزائري، يقوم على ممارسات وضوابط ومقاييس دولية تعتمد أساس، يعني الوسيط يكون مكون لهذا الأمر، وهو تقريب وجهات النظر لطرفين أو أكثر أطراف متنازعة. الهدف من إدراج الوساطة من طرف الدولة الجزائرية هو تخفيف العبء عن المحاكم. بين ارتفاع الأرقام وانعكاساتها على الأسرة، يشكل تعزيز مساعي الإصلاح والوساطة القضائية ضرورة ملحة لإنقاذ الروابط الأسرية من التفكك المهدد بآفات اجتماعية لا حصر لها.